السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلام. الصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد رسول الله. نبتدي النهارده اللايف بتاعنا، ومعانا النهارده اخبار كتير جدا 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 جدا. طبعا اخبارنا النهارده احنا يعني محضر لكم اخبار كتير، اخبار كتير. فطبعا اللايف ده مهم جدا. هنشوف فيه يعني هنتكلم فيه عن بيراميدز، عن الاسماعيلي، عن المصري، عن الزمالك، عن الاهلي. جايب لكم كل القصص اللي انتوا عاوزين تعرفوها كويس جدا جدا جدا. تمام يا اشرف؟ جايبين كل القصص اللي انتوا عايزين تعرفوها كويس جدا 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 جدا. تمام؟ بس تابعونا لغايه نهايه اللايف وشيروا اللايف، ولو عايزين تعملوا معانا مداخلات وتقولوا رايكم اهلا وسهلا بيكم طبعا، لان دلوقتي الجو العام الرياضي ملتهب في سوق الانتقالات. طيب تعالوا كده نخش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده او اللايف بتاعنا النهارده من نادي بيراميدز. تعالوا نقول لكم كده، نادي بيراميدز دخل بقوه في صفقه طبعا النادي الاسماعيلي، او لاعب نادي الاسماعيلي اللي هو عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي اللاعب ما عندوش ادنى مشكله ان هو يروح بيراميدز، هياخد فلوس كويسه، ولكن نادي الاسماعيلي، هي المشكله في نادي الاسماعيلي، عايز يبيع عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي شروه واحده عشان يبقى المبلغ كبير. ده بالنسبه لنادي بيراميدز. طيب نادي بيراميدز بيتكلم فيه تاني. طبعا العهده هنا على الاستاذ ابو المعاطي زكي. الاستاذ ابو المعاطي زكي قال ان في وكيل لاعبين اتواصل مع النادي الاهلي عشان نادي بيراميدز عايز ياخد الحارس اللي كان متالق في اولمبياد باريس، وطبعا اللي هو حمزه علاء، وعايز يشتريه من النادي الاهلي ب 25 مليون جنيه. ولكن النادي الاهلي رفض وقال لك لا، لو انتوا عاوزين حمزه علاء ممكن ندخله في صفقه تبادليه وناخد اسامه جلال. فالوسيط ده راح لنادي بيراميدز وبلغهم، وهيشوفوا الدنيا فيها ايه. ده على حسب ما قال الاستاذ ابو المعاطي زكي. احنا ما عندناش معلومه، احنا ما عندناش معلومه، لما بتكون معلوماتنا بنقول ان هي المعلومه بتاعتنا. طيب تعالوا نقول لكم برضو في بيراميدز محمد رضا بوبو. كلنا فاكرين محمد رضا بوبو اللي كان عايز يروح الاهلي، وبعد كده نادي بيراميدز هو اللي اشتراه من نادي فيوتشر اللي هو دلوقتي طبعا مودرن سبورت. فمحمد رضا بوبو، محمد رضا بوبو بقى المفاجاه الكبيره بقى اللي عندنا، ان محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز ما بيشاركش كتير مع نادي بيراميدز. دخل نادي المحله وبقوه، عايز ياخد خدمات اللاعب بوبو، عايز ياخد خدمات اللاعب بوبو من نادي بيراميدز عشان مشاركته قليله. الراجل عايز يلعب ويكسر الدنيا، وشايف ان هو جليس دكه البدلاء، وفي نفس الوقت المدير الفني يعني مش عاجبه، او ما تعرفش مش داخل في السيستم بتاعه كده، او مش من ضمن اولوياته زي كده اللعيبه مع كولر، او معظم اللعيبه الاجانب اللي هم يعني في ناس بتبقى ماشيه على السيستم بتاعهم، في ناس هو بيحس ان هو ما يقدرش يمشي على السيستم بتاعه. تمام جدا. تعالوا نقول لكم خبر احنا قلناه امبارح ونزلناه امبارح وقلناه قبل كده، ان يوسف اوباما خلاص اصبح لاعب في نادي بيراميدز. الراجل وقع على عقود لمده 3 سنين في صفقه انتقال حر، في صفقه انتقال حر. يعني كده بيراميدز عمل اول صفقاته يا ايمن يا سيد، وهو مين؟ هو يوسف اوباما. توقعاتكم كده يا جماعه وشاركونا كده على الصفحه او اللايف. يوسف اوباما هيكسر الدنيا في بيراميدز ولا مش هيكسر الدنيا في بيراميدز؟ وهل هو خساره كبيره لنادي الزمالك ان هو مشي منها ولا لا؟ طيب ده بالنسبه لاخبار نادي بيراميدز. عندك اخبار تانية؟ طبعا عندي اخبار من النادي المصري. كل جماهير النادي المصري البورسعيدي اهلا وسهلا بيكم. كل جماهير النادي المصري البورسعيدي تاني اهلا وسهلا بيكم، كل جماهير بورسعيد. طيب عندنا من النادي المصري خلاص، الاستاذ كامل ابو علي رئيس نادي المصري يعني قرر عدم التجديد لايزي اميكا. ايزي اميكا الراجل عقده خلص، النادي المصري شاف ان هو مش في حاجه يا محمد يا عادل ان هو يجدد لايزي اميكا تاني، فخلاص الراجل عقده هيخلص من هنا، وهيقول له شكرا يا ايزي يا اميكا يا محمد يا حسن. وفي نفس الوقت خلينا نقول ان ايزي اميكا خلاص زي ما قلنا عقده بيخلص دلوقتي، والمصريين مش هيجددوا. ده بالنسبه للنادي المصري. يبقى خدنا نادي بيراميدز وخدنا النادي المصري. طيب
عندنا اخبار ايه تاني؟ الدراويش، كل محب الدراويش والصمبا يجمعوا بسرعه. تمام يا استاذ وائل، كل محب الدراويش والصمبا يجمعوا بسرعه. عندنا اخبار النهارده من نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي والاستاذ نصر ابو الحسن او الباشمهندس نصر ابو الحسن قال لك ان ايهاب جلال مستمر في قياده الفريق للسنه الجايه. وما عندناش ادنى مشكله مع ايهاب جلال، وعندنا ثقه تامه بايهاب جلال وبامكانيات ايهاب جلال. ادي اول نقطه. يعني مدير الفني مستمر. تمام جدا. وقال لك ان كل ده باجماع الاراء في مجلس الاداره، يعني مش قرار فردي. طيب قال لك برضو انا من حقي ان انا ابيع لاعب او اتنين عشان يعني اقدر اصرف على الفريق واقدر اجيب لعيبه واقدر اعمل فريق. فمن حقي ان انا ابيع لاعب او اتنين او اي لاعب يعني يجيب لي فلوس. فالراجل في ده عنده حق بصراحه، لان نادي الاسماعيلي برضو عامل زي نادي الزمالك، كل شويه يطلع من نقره يقع في ضحضيره، يطلع من صفقه كانت فاشله وعليه ديون ويروح يسدد ويتوقف قيد وشغلانه طويله عريضه كده. مش فاهم، يعني مش فاهمين لها حاجه في نادي الاسماعيلي او دراويش الكره المصريه. يعني الصمبا، يعني الجمال، يعني اللعب الحلو. طيب تعالوا نقول لكم برضو، قال ان عبد الرحمن مجدي بالفعل كان خلاص رايح نادي اهلي بني غازي الليبي، وفعلا الراجل خلاص وكل حاجه والفلوس اتحولت والدنيا تمام. هوب جه كورس في الكلوب، اتغير الجهاز الفني لنادي اهلي بني غازي والصفقه راحت واقفه، وقال لك لا احنا مش محتاجين عبد الرحمن مجدي، وراحوا مرجعين الفلوس تاني لاهلي بني غازي الليبي. طيب في ايه تاني يا عم نصر ابو الحسن او يا باشمهندس نصر ابو الحسن؟ قال لك احنا ما خدناش اي جنيه من وزاره الشباب والرياضه، من المحافظه، من هيئه قناه السويس زي المجالس اللي فاتت، طيب نصر ابو الحسن كده وضح كل حاجه بالنسبه لي كابتن ايهاب جلال. بالنسبه للصفقات الراجل قال لك انا من حقي ان انا ابيع كذا لعيب عشان افك الدنيا عندي، انا مش هتفضل الدنيا عندي متأزمه. وفي نفس الوقت قال لك ان عبد الرحمن مجدي بالفعل كان ماشي وراح اهلي بني غازي. في الاخر قال لك احنا ما خدناش اي دعم من اي حته، حط دي تحتها 3000 خط. طيب تعالوا نقول لكم برضو ان نادي مودرن سبورت، خلي بالكم يا جماعه الانديه دلوقتي هتتحرك عشان طبعا تعمل الصفقات بتاعتها خلاص، لان اخرنا 30 اخر الشهر والقيد هيقف. اخر الشهر والقيد هيقف، فانت الفتره دي هتلاقي فيه ايه يا يوسف؟ هتلاقي فيه تحركات كتير من الانديه. فتعال نقول ان النادي الاسماعيلي رفض عرض لشراء عبد الرحمن مجدي ب 20 مليون جنيه، وكان ال 20 مليون جنيه دول هيدفعوا على اقساط، مش هيدفعوا كاملين، هيدفعوا على اقساط. وفي نفس الوقت النادي الاسماعيلي يشوف مين اللعيبه اللي هو عاوزها من نادي مودرن فيوتشر وياخدها، ولكن نادي الاسماعيلي رفض تام. طيب ده بالنسبه لنادي الاسماعيلي وبرازيل الكره المصريه. هنيجي نتكلم عن مين بقى؟ هنيجي نتكلم عن نادي الزمالك. طبعا الشغل الشاغل للناس كلها اشرف بن شرقي واللي بيحصل والدنيا والقصه بتاعه اشرف بن شرقي. واحنا قلنا هنا قبل كده ان اشرف بن شرقي يعني قريب من نادي الزمالك، والراجل يا كريم قرب يوصل. كل التقارير بتقول كده. ممكن يحصل جديد، ممكن يحصل في كره القدم اي حاجه، ممكن تلاقي الوجهه بتاعت اللعيب اختلفت 180 درجه. حصلتش قبل كده؟ حصلت كتير. تمام. تعالوا لكم كده يعني اول اخبارنا من نادي الزمالك. مهاب ياسر اللي لاعب الزمالك جابه، والراجل يعني ما لحقش يلعب 3-4 ماتشات على بعض، وانا شايفه خامه كويسه جدا جدا جدا. مهاب ياسر لاعب الزمالك ده في فريق سعودي في دوري الدرجه الاولى، اتم الاتفاق مع نادي الزمالك خلاص، هياخده على سبيل الاعاره سنه، وده من مباركه نادي الزمالك، واللاعب موافق. طبعا فلوس هتخش للنادي، وفي نفس الوقت اللاعب برضه يكتسب خبرات بقى كويس، هيروح نادي تاني، هيروح نادي تالت. فخلاص مهاب ياسر للسعوديه. طيب عندك ايه تاني؟
عندي هنا جوميز المدير الفني لنادي الزمالك صرح بان اللاعب الصاعد محمد السيد هو عايز يعتمد عليه الفتره الجايه. الراجل بيشوف فيه مواصفات كويسه جدا جدا جدا، واتكلم عن اللاعب ده كويس جدا 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 جدا. فهنشوف. طيب الساعات اللي فاتت كده تردد كلام ان في صفقات تبادليه بين بيراميدز والزمالك عشان يوسف اوباما راح الزمالك، فالزمالك هياخد لعيبه من بيراميدز. الكلام ده كله عاري تمام من الصحه، ما فيهوش اي حاجه صح يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه صح. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان يوسف اوباما رايح بيراميدز انتقال حر، عقده خلص مع الزمالك خلاص، من حقه ان هو يمضي فري لاي نادي. فيوسف اوباما خلاص نادي بيراميدز. تمام؟ في نقطه ثانيه. ايه النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه ان يعني في لعيبه كانت في بيراميدز راحت الزمالك. خلينا نفتكر مين؟ عمر جابر ودونجا. لسه بقيه الفلوس بتاعتهم ما دفعتش النادي بيراميدز. ايه؟ لسه بقيه الفلوس بتاعتهم ما اتدفعتش لنادي بيراميدز. يبقى ازاي هيبقى في صفقه تبادليه؟ فهنا الكلام ده كله ان في صفقه تبادليه بين الزمالك وبيراميدز عاريه تمام من الصحه. طيب خلينا نقول لكم امبارح كان عندنا كلام ان مفيش اتفاق بين زيزو وبين اداره الزمالك، ولكن النهارده طلع والد اللاعب احمد سيد زيزو المتالق بصراحه، اللعيب المحترم جدا 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 اللي بيقدم كوره عاليه جدا جدا جدا، وقال لك ان احنا تمينا الاتفاق بيننا وبين اداره نادي الزمالك، خلاص هنقفل ملف الاحتراف مش هنفتحه تاني، ولكن لسه لينا قعده تانيه عشان نتكلم في الامور الماليه. يعني الراجل بالفم العريض كده بيقول لك احنا اشترينا خاطر الزمالك واشترينا خاطر الناس واشترينا خاطر الجماهير وكل حاجه، فاضل بقى نادي الزمالك يقدر زيزو. طيب ده بالنسبه لموضوع زيزو. طيب دي حاجه كويسه، خطوه كويسه ان نادي الزمالك يبقى فيه زيزو ويبقى فيه اشرف بن شرقي، دي حاجه كويسه. بس لغايه دلوقتي اشرف بن شرقي ممكن نوجته تتغير، ممكن يا جماعه. كل حاجه في كره القدم وارده بتتغير في فينتو ثانيه. طيب خلينا نقول لكم كده ان برضو في بعض التقارير طلعت وقالت ان طبعا نادي الزمالك محتاج باك شمال، ربنا يفك دقيقه احمد فتوح. فراحوا لمين؟ راحوا لجوزيف جوناثان. فلسه نادي الزمالك بيجهز عرض عشان يعرضوا على نادي مودرن سبورت اللي هو فيوتشر عشان يشتروا جوناثان. هل نادي فيوتشر هيقبل؟ هل جوناثان هيسيب فيوتشر ويروح للزمالك؟ هنشوف الفترة الجاية فيها ايه. خبر مهم جدا، محمد طارق لاعب المنتخب الأولمبي واللي كان بيلعب في أولمبياد باريس، مدافع نادي الزمالك اللي كان معار لنادي المصري. الراجل قطع إعارته، كان لسه فاضل فيها سنتين، ورجع لنادي الزمالك مرة تانية وقال لك أنا مش هقدر أكمل في الوضع ده، أنا ما بلعبش باستمرار، أنا عايز رجليا تبقى في الملعب، فأنا الوضع ده مش عاجبني. فرجع لنادي الزمالك تاني، يا إما نادي الزمالك هيخليه يا إما نادي الزمالك هيطلعه إعارة أو يسلمه الاستغنى بتاعه. ما فيهاش قول تاني، ما فيهاش كلام تاني زي ما بيقول. ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك. طيب الأهلاوية، وعندنا أخبار كتير جدا جدا النهاردة عن النادي الأهلي. وعندنا قصة محمد بن رمضان من مصدر موثوق منه كاملة، وقصة الزنفولي كاملة، فاللي حابب يعرفها أهلا وسهلا بيه. تعالوا بقى نخش في قصة محمد بن رمضان. قصة محمد بن رمضان كده يا جماعة، النادي الأهلي نهى كل حاجة مع محمد بن رمضان والنادي المجري بتاعه. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ صدقوني نهى كل حاجة مع محمد بن رمضان والنادي المجري بتاعه. طب إيه اللي معطل الدنيا؟ طيب هقول لك. النادي المجري طالب جزء من ثمن الصفقة، وبعد كده هيرسل الاستغنى بتاعه لاستغنى اللعيب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يعلن عن الصفقه. طب حلو جدا. طب ايه اللي موقف الدنيا؟ موقف الدنيا ان محمد عبد المنعم هيسافر فرنسا، هياخد عليه الكشف الطبي في نيس الفرنسي ويعلنوا عن الصفقه، وفي نفس الوقت هيحولوا الفلوس للنادي الاهلي.
عشان النادي الاهلي يدخل حسابه يا ابو فادي فلوس صفقه محمد عبد المنعم. هيقوم محول له كام؟ 2.5 مليون يورو. او الاقرب يا استاذ محمد اللي هو وصول مكافاه الكاف الخاصه بافريقيا، واللي هي كام؟ واللي هي 3 مليون 3 مليون دولار بالظبط، او 3.5 مليون دولار بالظبط. تمام؟ طيب لغايه اللحظه دي ما دخلش حساب النادي الاهلي اي فلوس من الكلام ده كله. لسه اقصاها هيبقى يوم الخميس. اقصاها هيبقى يوم الخميس. طيب تمام جدا. ايه تاني؟ قال لك في صفقات واقفه على الفلوس دي برضو لما تيجي على الاهلي. خلاص اتم كلام مع اللعيبه وكل حاجه، فاضل بس الفلوس. فالفلوس تخش الاهلي هوبا هيحول، هوبا هيحول على طول. فدي القصه شكبه راكبه بتاعت محمد بن رمضان، بتاعت محمد بن رمضان. طيب في ايه تاني من النادي الاهلي غير محمد بن رمضان؟ لانه قالب طبعا السوشيال ميديا وقالب كل الاخبار وكل شويه خبر عن محمد بن رمضان. احنا جبنا لكم القصه من اولها لاخرها. لاعب مخلص، نادي مخلص، النادي بس عايز جزء من الفلوس. النادي الاهلي مستني محمد عبد المنعم يسافر يخضع للكشف الطبي، وهو خلاص يعني هيبقى يوم الخميس في فرنسا يبعتوا الفلوس اللي هي قيمتها 2.5 مليون يورو. وفي نفس الوقت الكاف يا اما الكاف يبعت 3.5 مليون دولار للنادي الاهلي، وكل المشكله دي هتتحل. لكن محمد بن رمضان شاري النادي الاهلي، مش النادي الاهلي شاري محمد بن رمضان ومتمسك بيه لغايه اخر لحظه. لغايه اخر لحظه. طيب النادي الاهلي برضو استقبل فلوس من اعاره اليو ديانج. خلاص نادي الخليج السعودي ايد اليو ديانج، ونادي الخليج السعودي خلاص بعت 550 ألف دولار نتيجة إعارة أليو ديانج. طيب بالنسبة لعمر الساعي لاعب الإسماعيلي. طيب عمر الساعي متمسك بالنادي الأهلي، وحضراتكم عارفين اللي بيتمسك بالنادي الأهلي النادي الأهلي بيتمسك بيه. تمام؟ طيب في نفس الوقت في إيه؟ قال لك لا ده في هنا تواصل بين الإدارتين، المهندس نصر أبو الحسن، وفي تواصل بين الكابتن محمود الخطيب. يا جماعه اللي حابب يخش معانا اللايف يبعت دعوه واحنا هندخله، او يبعت لنا واحنا هندخله، ما عندناش مشكله ونتناقش مع بعض، مفيش مشكله يعني. في تواصل بين الادارتين، بين الكابتن محمود الخطيب وبين الباشمهندس نصر ابو الحسن، وعشان خاطر يخلصوا صفقه عمر الساعي. عمر الساعي كولر عايز الراجل، والنادي الاهلي عايز الراجل، واللاعب نفسه عايز النادي الاهلي. يعني بص ايه، ثلاثه هم، كله محتاج بعض. وباشمهندس نصر ابو حسن محتاج الفلوس عشان يفك الدنيا عنده شويه. طيب تعالوا بقى نخش في قصه ثانيه. حكايه القصص، قصه الزنفولي برضو من اولها لاخرها. الزنفولي جاي من الداخليه على النادي الاهلي معار لمده 6 شهور. تمام جدا. الزنفولي ما مضاش لا الغزل المحله ولا اي حاجه في المحله ولا اي حاجه يا هيثم خالص. والزنفولي مازال على قوه النادي الاهلي، وقال لك ان هو يعني فاضل له اسبوع على المهله بتاعه بند الشراء. طيب انت يا زنفولي مخطط حاجه؟ قال لك لا انا مستني اشوف النادي الاهلي هيعمل ايه، وبعد كده اشوف بقى انا الخطوه الجايه بتاعتي ايه. تمام؟ وضحت الصوره؟ دي قصه الزنفولي من اولها لاخرها. لا مضى لمحله ولا غزل محله ولا الكلام ده كله. الراجل لسه قال لك انا في النادي الاهلي فاضل لي اسبوع على الاعاره بتاعتي تنتهي، وبعد كده اشوف هل النادي الاهلي هيفعل بند الشراء ولا لا. هنشوف. طب ما فعلش يا زنفولي، قال لك هروح اشوف برضو حياتي بقى، اشوف بقى ايه الانديه اللي طلباني واقعد واتعاقد واشوف الدنيا فيها ايه. دي قصه الزنفولي. طيب امام عاشور، خلي بالكم بقى النادي الاهلي هيجيله يعني عروض كتير قوي، اذا كان لمنتخب لعيبه في المنتخب الاولمبي ولا اذا كان للعيبه النادي الاهلي يا محمد، او يعني هتلاقي عروض كتير، هتلاقي عروض كتير. ان النادي الاهلي طبعا لعيبته
متشافه، بيشارك في انديه عالميه، بيشارك في بطولات عالميه زي كاس العالم للانديه، الكلام ده كله، واخد بطوله افريقيا، فاكيد الناس شايفاه. فكان نفسنا كل اللعيبه، يعني كل اللعيبه كده تبقى متشافه. طيب تعالوا نقول لكم كده ان النادي الاهلي بيرفض عرض قيمته 4 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات امام عاشور لنادي اماراتي. النادي الاهلي قفلها ضبه ومفتاح، قال لهم انسوا، احنا بنكون فريق الاحلام عشان كاس العالم للانديه ودوره الكونتيننت، فاحنا مش هنفرط في اي لاعب، مش هنفرط في اي لاعب. تمام، ده بالنسبه لامام عاشور. طيب احنا امبارح اتكلمنا عن عمار حمدي. عمار حمدي هيرجع النادي الاهلي تاني. عمار حمدي الراجل يعني اعارته خلصت، هل النادي الاهلي هيطلعه اعاره؟ هل النادي الاهلي هيبيعه؟ هل كولر عاوزه ولا مش عاوزه؟ اللي احنا عرفناه ان مستر مارسيل كولر ما عندوش مشكله ان عمار حمدي يتباع او يروح لاي نادي، هو مش محتاج. فعمار حمدي عنده دلوقتي نادي سموحه وداخل فيه بقوه، وبعض الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز. فالسنه الجايه عمار حمدي مش هيبقى داخل النادي الاهلي او على قوه النادي الاهلي. تمام. طيب عرفنا من مصدر جوه النادي الاهلي ان مارسيل كولر ما عندوش اي مشكله على ضم محمد اسماعيل مدافع ذات في الميركاتو ده. ليه؟ خلي بال حضرتك، هو الدلوي موجود في الصوره والنادي الاهلي شغال عليه، بس انت كده هيبقى عندك 3 بس: ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يوسف ايمن، تمام، ويبقى الدلوي. ممكن لا قدر الله يحصل لك اصابتين، مش هيبقى عندك حد تاني. فالنادي الاهلي بيفكر جديا واعتقد ان هو بالفعل خد راي مارسيل كولر ان محمد اسماعيل، على ان محمد اسماعيل كان من ضمن الاسماء اللي مطروحه ان هو يجي في الميركاتو في الصيف ده. طيب تعالوا نقول لكم بقى خبر تاني كده، هننهي بخبر حلو يعني، بس مش يعني الخبر الجاي بعد كده خبر ان شاء الله هننهي بيه اخبار النادي الاهلي. الاهلي بيحصل على 17 مليون يورو اللي هو ارباح من مواقع التواصل الاجتماعي. تاني، النادي الاهلي بيحصل على 17 مليون يورو ارباح من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مليار جنيه مصري. طيب اخر خبر عندنا يخص احمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادي الاهلي ولاعب خط وسط المنتخب الاولمبي، اللعيب الهايل جوكر، تلاقيه خط نص، تلاقيه باك شمال، بصراحه لعيب كويس جدا جدا جدا. نادي رين الفرنسي عرض على النادي الاهلي ان هو يحصل على خدمات اللاعب مقابل 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون دولار. انا لو من النادي الاهلي اطلع برضو كوكا. انا حابب ان يا جماعه يبقى عندنا لعيبه كتير بره، يبقى عندي منتخب قوي زي منتخب المغرب. شوف بيلعبوا في كام دوري، شوفوا لما بيجوا يتجمعوا بيعملوا ايه، بمنتخب قوي. اذا كان بقى شباب اولمبي كبير مش عارف ايه، الدنيا بتفرق كتير جدا جدا جدا، تفرق كتير جدا جدا جدا. وهيبقى عندنا مصطفى محمد في فرنسا، هيبقى عندنا محمد عبد المنعم في فرنسا، نبيل كوكا في فرنسا، وفرنسا متشاف، يعني ممكن اطلع على الدوري الانجليزي. انا متوقع ان محمد عبد المنعم مش هيقعد كتير في فرنسا، ومتوقع ان مصطفى محمد برده مش هيكمل في فرنسا كتير. ولو كوكا طلع برده نفس الكلام، هيبقوا محطات لانديه ثانيه. يعني مثلا وجهه نظري ان ممكن عبد المنعم يروح ايطاليا او اسبانيا يلعب مستريح جدا، او انجلترا بصراحه يلعب مستريح جدا. مصطفى محمد ممكن يروح انجلترا، كوكا ممكن يطلع على مثلا يعني خلينا نقول اسبانيا. فانت عندك لعيبه لا تقدر تطلع، لعيبه تقدر تطلع. دي كانت كل اخبارنا في اللايف ده. جبنا لحضراتكم كل الاخبار اللي موجوده على الساحه الرياضيه المصريه اللي شاغله بال كل الرياضيين المصريين، او كل، مش هنقول بقى الشعب المصري، الشعب المصري الرياضي سواء بمختلف اطيافه مصري. خلينا نقول طبعا الاتحاد اتعاقد مع بابا فاسيليو زي ما قلنا امبارح.
خلينا نقول مصري، اسماعيلي، اهلي، زمالك، كل القضايا. محمد بن رمضان جبنا القصه بتاعته كلها، الزنفولي جبنا القصه بتاعته كلها، زيزو نفس الكلام. ف يعني بنحاول نغطي لحضراتكم كل القصص اللي موجوده على الساحه الرياضيه وبنغطيها كامله. ويا ريت لو اللايف عجبكم وشيروه، ويعني عايز اقول لحضراتكم ودوه لابعد مكان. احنا مهمتنا في عدي وشوط ان احنا نوصل لكم الخبر لغايه عندكم بكل مصداقيه وبكل شفافيه، مش اي حاجه، وبنجيب الخبر الحمد لله من مصدره، وبنحاول على قد ما نقدر. خلي بالكم برضو مش هنقول يا صابت يا خابت، لا، انت بتدي يعني الاخبار بتاعتنا احنا ما بنيجي نتكلم بنقول 95% منها صحيح، لان ممكن في اي لحظه اي انتقال لعيب تلاقيه راح في حته ثانيه. يعني ممكن محمد بن رمضان يفضل زي ما هو، مش ادنى مشكله. وعايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان النادي الاهلي مش شغال على محمد بن رمضان بس، في مركز محمد بن رمضان في لعيب الثاني والثالث والرابع النادي الاهلي برضه فاتح معاهم اتصال. ما تتوقعش اي حاجه، ممكن النادي المجري يجي يعلي تاني. تمام؟ يعني لو عجبكم اللايف شيروه، ادعمونا، تابعوا الصفحه، يعني خلي اصحابكم يخشوا يتابعوا برضو الصفحه، وصلونا لابعد مدى. امنيتنا ان احنا نخش كل بيت في مصر، بنجتهد كتيم عدي وشوط عشان نخش كل بيت في مصر. يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم، واستنونا في لايف جديد واحداث جديده، وتابعوا الصفحه اول باول عليها اخبار حصري. مش هنقول قبل اي حد، ولكن بنحاول نكون قبل اي حد. ودلوقتي نقدر نقول لكم سلام عليكم.